السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد المصري لفارش شقق العرايس بسواق أسود. أول ما ندخل من باب شقة عروستنا نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. أول حاجة هنا هنشوفها دي الجزامة، شكلها مختلف شوية. دي السفرة. هنا يا بنات العروسة ما عندهاش نيش، هي عندها دلسوار بس، مش حابة فكرة النيش طبعا. ده الدلسوار هنا حطينا عليه الشمعدان ومبخرة. ده شكل السفرة. هنا السفرة والأنتريه مفتوحين على بعض. ده الدلسوار حطينا عليه الأنتيكات بتاعته، مبخرة وصينية جواها المبخرة وجواها نتيجة. ده الشمعدان، دي مبخرة برضو. ده الأنتريه. ده بسم الله ما شاء الله. هنا دي الشاشة، والترابيزة اللي تحت الشاشة دي حطينا عليها فازة ورد. يعني كان العروسة عندها كذا ترابيزة فوزعناهم. ده شكل الأنتريه. دي الستاير. السجادة كانت هادية بصراحة وشيك جدا. ده الدلسوار، رصينا فيه الحاجة زي النيش بالظبط. يعني رصينا هنا طقم الصيني، كان بسم الله ما شاء الله قيم جدا. ده طقم الصيني كامل، هو نص الطقم بس الطقم كله يعني. زي ما قلت لكم ان العروسه دلوقتي كل العرايس دلوقتي بتجيب النص الطقم. وزعت لها هنا طقم الصيني على رفين. هنشوف بقى هنا الطقم كله على بعضه. هنا الناحية التانية دي حطينا فيها أطقم كاسات. ده طقم كاسات، وفي النص طقم خشاف وبرضو طقم من كاسات هنا. أطقم الكاسات دي RCR. هنا ده طقم عشا من تحت، ومع برضو وزعنا طقم كاسات RCR. يعني هو تعامل معاملة النيش بالظبط. هنا العروسة جايبة كل الكاسات كريستال، ما جايباش حاجة ألوان. حطيناهم كلهم هنا في الدلسوار. ده شكل السفرة والأنتريه. يعني ذوق العروسة هنا بسم الله ما شاء الله هادي ورايق جدا. في طرقة هنا هتدخلنا على أوض النوم، أوضة النوم الأطفال وأوضة النوم الكبيرة والمطبخ. دي أوضة النوم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. دي أوضة النوم كده. كانت فرش السجاد بتاعها. ده شكل الدولاب. دي شكل التسريحة. العروسة كانت حابة الحاجة تبقى هادية ورايقة، محباش فيه أشكال أو رسومات كتير. ده منديل كتب كتاب بتاع العروسة، أنا عجبني جدا يعني، تفصيله حلو جدا. دي التسريحة بتاعت العروسة بسم الله ما شاء الله، كانت جايبة كمية حاجات كتير، فحاولنا على قد ما نقدر ننظمها. لان برضو ما كانش في مكان في الادراج. حاولنا على قد ما نقدر ننظم الميك اب بتاعها والبرفان بتاعها. دي كانت صينية جايباها عشان نحط فيها البرفان. كانت جايباها دورين برضه عشان عارفة ان الكمية بسم الله ما شاء الله كتير. مش عايزة اقولكم ان العروسة هنا انا رحت الشقة لقيتها مطلعين الهدوم طبقينها وحاطينها في الدولاب، وقالوا ان الدولاب مش هيقضي والدنيا مش هتكفي معانا. فاقنعتهم ان الدنيا هتقضي. كان في هنا مكان في الدولاب حطينا فيه الشنط والشوزات. فلما قلت لها ان هيقضي معاكي الدولاب هحط لك اللبس بتاعك كله، ما كانتش مصدقه بصراحه.
فهوريكم انا بعد ما نظمت لها الدولاب بقى شكله عامل ازاي. كانتش متخيله ان هيشيل معاها كل الهدوم. هنفتح اول هنا ضرفه. هنا بسم الله ما شاء الله حطينا الشتوي والصيفي، لميت لها كل الصيفي هنا فوق. مش عايزه اقول لكم ان انا حطيت لها كمان من ورا، ف قضى معاها الحمد لله. ده هنا ال3 رفوف دول شتوي، دي عبايات لي لتحت شتوي، بعد كده بيجامات في الرف اللي فوق، وبعد كده بيجامات برضو، واللي فوق ده كله لبس صيفي. طبعا بننظم البنطلون البيجامه لوحده، يعني البيجامه البنطلون لوحدها، والهوت شورت لوحده، والبرمودا لوحده، الكاشات لوحدها. هنا حطيت لها الملايات بتاعتها كلها. هي ما كانتش حابه يعني رصه تكون فيها اشكال كتير، كانت حابه حاجه هاديه كده ورقيه. هنا دي كل ملايات المنقوشه، والناحيه التانية ملايات الساده، وفي النص دي كوفرتا. يعني حاولت ان انا ابسط الدنيا خالص وارسلها حاجه بشكل حلو ومن غير ما يكون في زيطه. ده شكل الملايات بتاعتها. هنا بقى حطينا الفوط. كانت بسم الله ما شاء الله جايبه الفوط التركي اكتر حاجه، اللي هي ما فيبقاش فيها رسومات كتير. وحطينا في الرف اللي تحت ده لبس العريس. دي رصت برضو الفوط كده، حاجه ماشيه مع ذوق العروسه بصراحه. يعني لما بلاقي العروسه ذوقها هادي ورقيق بعمل لها الحاجه بتاعتها بتكون بسيطه كده. ولحد هنا هيكون الفيديو معانا خلص. استنوا الجزء التاني بتاع الشقه، اوضه نوم الاطفال والمطبخ، في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم على خير، واتمنى شغلي يعجبكم يا رب. مع السلامه.